أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، وبعد. اليوم بفضل الله عز وجل وتوفيقه نتكلم عن تصحيح وتعليم سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة يا أحبابنا لها أهمية خاصة جدا في شرعنا، خاصة إن حضراتكم تعرفوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات في حديث في الصحيحين لما قابل سعيد بن المعلى وهو في المسجد قال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فلما أراد أن يخرج من المسجد قال سعيد: يا رسول الله، أما قلت ستعلمني سورة من القرآن هي أعظم سورة؟ قال: هي سورة الفاتحة، وهي السبع المثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند أصحاب السنن يقول: والذي نفسي بيده ما أنزلت سورة في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. تخيل مدى الأهمية اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعطيها للسورة. والأهمية الأجمل تأتي كمان من أن سورة الفاتحة هي السورة التي لا تصح الصلاة إلا بها. يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فتخيل سورة يتوقف عليها صحة الصلاة. فإحنا هنجتهد ونحاول قدر المستطاع نضبط على قدر ما نستطيع حتى نصل إلى مرحلة ترضي الله عز وجل. بداية السورة لما نفتح مع بعض القرآن كده راح يكون أفضل في التعلم بعض الشيء. لما أجي أبدأ أقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا حضراتكم أول ما أقرأ الاستعاذة المصحف ما فيهوش الاستعاذة. الاستعاذة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالاستعاذة، وإن كان العلماء بعضهم أو رأي الجمهور يقول أنها مستحبة، والرأي الثاني يقول أنها واجبة. طب إيه الفكرة؟ هم على أي أساس اختلفوا؟ اختلاف الفقهاء أو العلماء جاء من قول الله عز وجل والنظر في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاللي نظر إلى كلمة فاستعذ على أنها أمر للوجوب قال الأمر للاستعاذة هنا واجب، يبقى لابد أن نستعذ. ومن قال أن الأمر فاستعذ للاستحباب قال أن الاستعاذة مستحبة. وعلى كل من الأجمل والأليق والأفضل أن نبدأ بها، لأن كلمة أعوذ بالله من الشيطان أتحصن وألتجئ إلى الله عز وجل، كأنك بتعلن أنك في رحاب الله عز وجل من بداية القراءة. بعد ذلك نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه هي أول آية في سورة الفاتحة. بسم الله. أنا لما أجي أقول أعوذ في الاستعاذة ودي ألفت نظر حضرتك إلى أمرين. أولا همزة القطع أعوذ. بعض الناس يقول أعوذ بالله أعوذ بالله، يبقى هنا بيتجاهل همزة القطع. لا، أعوذ بالله. وعندي الذال بعض الناس ينطقها يقول أعوذ. طيب لا، دي كده انقلبت إلى زاي. أمال الصح إيه؟ الصح إن أقول أعوذ. طيب الذال هنا عشان تطلع مني صح لابد إن أنا أحط طرف لساني على طرف الأسنان. أعوذ أعوذ. طيب وبعدين أجيب حركة الضم. بعض الناس ينطق يقول خطأ أعوذ بالله من الشيطان. لا، هي مش أعوذ، هي ليست ساكنة، وإنما أعوذ بالله من الشيطان. خد بالك من هنا صفة اسمها صفة التفشي أو الانتشار اللي هي خاصة بالشين، فيها هواء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانطق جيم فصيح. بعد كده هنخش على البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طبعا أنا عندي اللام في لفظ الجلالة مرققة إيه؟ في القرآن كله إذا كانت لام لفظ الجلالة يسبقها كسر باسمي فتأتي اللام مرققة باسمي. إذا كانت اللام لفظ الجلالة يسبقها ضم أو فتح تفخم. يعلم الله وأنه لما قام عبد الله. أما إذا كانت مكسورة فأقول بسم الله. بسمي لأن الميم مكسورة فأقول بسم الله. طبعا الرحمن الرحيم، بعض الناس بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا لا، ما ينفعش يا أحبابنا. الرحمن الرحيم هي صفة أو هما صفتان لله، وإحنا عارفين في علم النحو أن الصفة تتبع الموصوف. بما أن لفظ الجلالة مجرور بسم الله يبقى الرحمن الرحيم، يبقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا أنطق الميم بدون تكلم.
بعد ذلك نقرأ في قول الله تعالى في بداية الفاتحة. بعض الناس لما يجي يقول الحمد لله رب العالمين، لا يا أحبابنا، مو حمد أو مش حمد، لا، الحمد، لابد أجيب الألف واللام، الحمد لله. بعض الناس ينطق خطأ الحمد، يجيبها تاء، ينطق الدال تاء، وهذا خطأ. أمال الصواب إيه؟ الحمد لله، والدال مضمومة ما يقفش عليها يسكنها، ما ينفعش يقول الحمد لله أو الحمد لله، لا، الصحيح الحمد لله. تمام. بعد كده في لفظ الجلالة طبعا أظهر كسرة الهاء بما ليس فيه تكلف، الحمد لله ربي، وربي هنا الباء مشددة ومكسورة، فلما أجي أقول إيه؟ رب العالمين، بعض الناس يخرجها من الخيشوم خطأ فيقول رب العالمين، لا، يعني مش صح، بالطريقة هذه ليست صحيحة، وإنما رب العالمين. طيب، العالمين لما أقف عليها أظهر النون بدون تكلف أيضا، العالمين. بعض الناس يقلقلها العالمين، لا، مش هن، لا، هذا ليس صحيح، يبقى العالمين، وهكذا. بعد ذلك في قول الله عز وجل الرحمن الرحيم، بعض الناس ينطقها خطأ يا أحبابنا، يقول الرحمن الرحيم. احنا اتفقنا على إن الرحمن الرحيم هما صفتان لله، واحنا قلنا الصفة بتتبع الموصوف، فهنقول الرحمن الرحيم، يبقى الرحمن النون مكسورة والرحيم مكسورة، بما إني أقف على الرحيم يبقى الميم الأخيرة بتاعت الرحيم هتسكن، الرحمن الرحيم، وهكذا. ننتقل بعد ذلك إلى قول الله عز وجل مالك. طبعا البعض ينطق خطأ فيقول مالك ويسكنها مثلما نطقت هكذا، وده خطأ. البعض يا أحبابنا ينطق فيقول مالكي يوم الدين فيولد من الكسر ياء، وهذا أيضا خطأ. طيب الصحيح إيه؟ الصحيح الله يحفظكم يقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. طيب كلمة يوم البعض ينطقها فيقول يوم الدين، لا يا أحبابنا، يعني القرآن يقرأ بنصه ولفظه، مالك يوم الدين، هكذا. وكلمة الدين البعض ينطق خطأ فيقول التين، لا، أنا عاوز حضرتك تنظر في المصحف، هي دال ولا تاء؟ حضرتك هتجاوبني دال، يبقى دي مالك يوم الدين، وهكذا. كذلك عندنا في قول الله عز وجل إياك، طبعا أنت لما تشوف الياء هتلاقيها مشددة، وعندي همزة قطع في البداية، إياك. البعض يقول إياك نعبد، لا يا أحبابنا، مو إياك، يبقى أجيب الهمزة أولا فأقول إيا ثم أأتي بتشديد الياء، لأن الحرف المشدد فكرته عبارة يعني أنه حرف مدغم، التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران الحرفان حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنه ارتفاعات واحدة عند النطق به، فأنا لابد أوضح يعني الارتفاع هذه، فأقول إياك نعبد. نيجي عند كلمة نعبد، بعض الناس ينطقها خطأ فيقول نعبد، لا. طب أنا بسألك، هي الباء مكسورة ولا مضمومة؟ حضرتك هتجاوبني تقول لي مضمومة، يبقى أقول نعبو، وأحاول إن أجيب صفة التوسط في العين، نعبو، يبقى الباء إيه؟ مضمومة، يبقى أجيب باء مضمومة. طيب الدال بعض الناس يسكنها عفوا، يعني مش واضح له الأمر، فيقول نعبد وإياك لا، هي مش ساكنة، هي مضمومة، يبقى لابد أجيب دال، والدال معروف مخرجها يعني دو، بس كل الحكاية أن أنا إيه؟ هضمها، نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. شايفين حضراتكم السين والتاء كلها حروف مرققة، فأقول نستعين، يبقى ما ينفعش أقول نسطا، لا، ما ينفعش، نستعين. بعد ذلك عندنا في قول الله عز وجل اهدنا، طبعا الهمزة دي همزة وصل، بس في البداية بتظهر همزة الوصل يؤتى بها توصلا للنطق بالساكن، لكن أنا لما أقول ما ينفعش أقول اهدنا، لا، ما ينفعش، اهدنا الصراط، يبقى آتي بالهمزة
في قوله تعالى. وبعدين بعض الناس ايضا يقلقل الها فيقول اهدنا، ايه، لا انا ما اعملش لها نبر ولا قلقله ابدا. اهدنا اهدنا، ولا ينفعش اقول بعض الناس ينطقها همزه مفتوحه، لان انا كده حولت المعنى، فاقول اهدنا. اهدنا بمعنى اعطنا من الهديه، يعني اعطنا، كده انا حولت المعنى. وانما قل اهدنا الى الهدايه، الى الطريق المستقيم. اهدنا الصراط. شفت الصاد؟ صاد ولا سين؟ حضرتك هتجاوبني لا هي صاد، في المصحف مكتوبه صاد، يبقى اوعى تنطقها السي. بعض الناس ينطق الصراط، لا انت بتقرا الحفص. اهدنا يبقى الصاد صاد. اهدنا الصراط، طا فتحه طاء، والطاء من احرف التفخيم يبقى منطقه مفخمه. اهدنا الصراط المستقيم، يبقى الميم مرققة، والسين مرققة، والتاء مرققة. يبقى ما ينفعش اقول مسطى، لا ما ينفعش. يبقى الصح اقول ايه؟ المستقي. القاف في قوله تعالى المستقيم، قاف مكسورة صحيح مفخمة، بس ادنى درجات التفخيم لانها مكسورة. اهدنا الصراط المستقيم. صي نفس اللي قلته في الصاد اللي سبقت، هطبقه في صراط. صي ما اقولش صراط، هي صاد ولا سين؟ صي يبقى صاد. اقول صي صراط الذين، يبقى صراط طا. احترس من الامر ده، صراط الذين. وخد بال حضرتك، الذين احنا اتفقنا على ان الذال تخرج من طرف اللسان مع طرف الاسنان عشان تطلع معايا صحيحه. الذال والثاء والظاء نفس الكلام اللي بنقوله. ما ينفعش ادخل لهجتي العاميه في القران. احنا يعني بنجتهد الى الله ان احنا نقرا قراءه صحيحه، فبنحاول ان احنا نتعب شويه حتى يعني ايه ندخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يعني يقرأ القرآن ويتتعتع له أجران. فاحنا بنحاول نجتهد في هذا الأمر. إنما نيجي عند قول الله عز وجل: صراط الذين أنعمت، هنا همزة قطع يبقى لابد أظهر الهمزة. ما ينفعش أقول صراط الذين أنعمت، لا أنعمت. والنون أجيب نون والعين حرف التوسط أنعمت. واوعى واحذر تماما انك تنطق التاء بالضم أنعمت. انت كده قلبت المعنى قلب تام، لان انا بطلب الهدايه من الله عز وجل. وانعمت التاء هنا تاء المخاطب، فانا اخاطب الله عز وجل. تخيل لو انت قلبت المعنى وقول انعمت، اصبحت انت المنعم، وهذا خطأ لا شك. يبقى صراط الذين انعمت عليهم الهاء مكسوره ونظهر الميم والهاء. فيعني انت طبعا بتقرا لحفص، وحفص يقرا بكسر الهاء، فما ينفعش حد يجي يقول ايه عليهم، لا عليهم اليهم حمزه ولديهم، ده قراءه حمزه. لكن انت بتقرا في روايه حفص نقول عليهم صراط الذين انعمت عليهم. طيب في كلمه غير، طبعا الغين من احرف التفخيم، اقول انزل من المفخم الى المرقق، غير المغضوب عليهم. نفس اللي انا قلته في غين غير هقوله في المغضوب، بس الفرق ايه؟ ان غير انتقل من المفخم الى المرقق، المغضوب انتقل من المرقق للمفخم. المغضوب. وخد بالك اوعى تنطق الضاد دال فتقول المغضوب، لا ما ينفعش يا احبابنا. المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا هنا الضاد فيها صفه اسمها صفه الاستطاله. وبعدين المد ده مد ايه؟ مد لازم كلمي مثقل، يعني يمد 6 حركات عند جميع القراء. وبعدين انا ودي احذر تماما من حكايه ان بعض الناس ينطق الضاد ضاء، لا الضاد ضاد والضاء ضاء. غير المغضوب عليهم، اوعى تقولوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا ما فيش الضالين ولا الضالين. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه. وأنا ودي أقول يعني إن كنا هنتعب شوية ونعذر نفسنا يعني أو أنفسنا أمام الله عز وجل، يعني ثقة بوعد الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. جزاكم الله خيرا.